تعرفي تحطي الميه المغليه على خليط الكيك علشان تاخدي احلى خليط لفودجي كيك يعمل لك احلى جاتو، وباسهل طريقه وباسرع طريقه ممكن تعمليها احلى مليون مره من بتاع المحلات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي 3 معالق كبار من الكاكاو ومعلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان و3 بيضات ونص كوبايه من الزيت. عندي كوبايه كبيره من السكر وكوبايه ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. في بولة ناشفة ونظيفة نزلت البيض والسكر، وهنبدأ ان احنا نضرب فيهم على اعلى سرعة في المضرب. عندنا تقدروا تعملوا الخطوة دي على ايديكم، ولكن هتضربوا لفترة اطول. اول ما الخليط لونه يبدأ يفتح معانا كده ويبقى قوامه هش كده، هننزل بمعلقة القهوة ونخلط مرة تانية. وبعدين هنشيل بقى المضرب الكهرباء، وبمضرب يدوي هنقلب الزيت والكاكاو بتوعنا تقليبة خفيفة خالص. هننزل بكوبايه الدقيق، وهنا هتلاقوا بقى الخليط بيتقل معاكم، هتحسوا ان انتوا كده مش عارفين تحركوه. ده معتاد خالص وطبيعي جدا، انت كده نجحتي، ما تقلقيش خالص. هتبدأي بقى تخلطي كل المكونات كويس، وبعد كده هتبدأ تلاقيها بقى تقلت معاكي كده. في الوقت ده هنكون مجهزين كوباية من المية المغلية، نفس الكوباية يا جماعة اللي يعني بنقيس بيها كل المقادير. هتبقى كوباية المية بتغلي نازلة من على النار، ما تقلقوش مش هتعمل اي حاجة. هنبدأ بقى اننا نخلط كويس قوي كده لحد ما ناخد خليط كريمي كده وناعم. عايزه اقول لكم انها هتكون احلى مره تعملوا فيها فودجي كيك، هتكون معاكم حلوه قوي مناسبه للتورت والجاتوهات. هنا بقى في قالب مقاس 20 في 30 هنزل الخليط بتاعي وهدخله الفرن. هياخد بالظبط عندي 25 ل 30 دقيقه على حسب درجه الفرن بتاعتكم، مش اكتر من كده، لان هنا مقاس القالب كبير شويه فمش هتاخد وقت. نبدأ بقى بخلة كده نوزع الوش علشان ياخد معانا تساوي، يطلع الوش مظبوط. بعد ما طلعت بقى كده اختبروها بخلة علشان تتأكدوا ان هي استوت كويس قوي. وبعد كده بقى علشان نعمل احلى طبقة كريمة ممكن تاخدوها، نحتاج لنص كوباية من السكر ونص كوباية من الكريم شانتيه وربع كوباية من كريمة الباتيسير. طيب وبعدين هنحط عليهم كوباية الا ربع من المية الساقعة المتلجة. عندي بقى صوص شوكولاتة حلو كده وسهل وسريع، سبت لكم مقاديره على الشاشة هتلاقوها مكتوبة. نزلت بقى بمعلقتين كبار وبدأت ان انا اضرب الخليط بتاعي لأعلى سرعة. ركزوا مع سرعة الضرب، لان اعلى سرعة هي اللي تديكم اكتر طبقة فومي يعني للكريمة بتاعتكم، وتخليها حلوة قوي معاكم وطعمها حلو. بعد بقى الكيكة بتاعتي ما بردت كده وارتاحت شوية، هبتدي ان انا اقلبها واشيل ورقة الزبدة. خليطة التسقية عندي او التشريبة بتاعتي بتكون كوباية الا ربع من المية وعليها معلقة من صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. هرجع اقلبها على الناحية التانية وهسقي بباقي الخليط، يعني نص من قدام ونص من الناحية اللي في الاخر في الصينية. مقادير صوص الشوكولاتة دلوقتي خدوا لها سكرين بقى من على الشاشة. تمام كده. طيب بدأنا بقى ان احنا نوزع الكريمة بتاعتنا كده ونظبطها ونفردها قوي علشان تاخد شكل كده حلو. بقى احنا بقى محترفين خلاص، احنا عايزين نظبطها ونقول لهم ان دي احلى من اللي بتيجي من بره، وان مفيش احلى من كده. صوص الشوكولاته بقى بتاعي برد. بعد ما فردنا الكريمه لازم تدخلوها الفريزر على الاقل 10 دقايق علشان طبقه الكريمه تكون متماسكه، ولما تحطوا عليها صوص الشوكولاته ما تختلطش معاه. بدات بقى كده ان انا من على الوش اقطعها، طبعا تقدروا تقطعوا التقطيع اللي بتناسبكم. بدأت بقى كده ان انا ازينها من بسكوتات بديل الاوريو، وهحط وحدات من الكرز كده انا كنت مفرزاه ولكن اللقطة دي ما اتصورتش. وبعدين هنحط كام حبة كده من التوت علشان تدينا بقى شكل فاخر كده. كان نفسي اصوركم وهي بتتقطع لكن الحقيقة ما سابوهاش. فما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو وتجربوا الوصفة. هستنى رأيكم وتعملوا منشن لصاحباتكم علشان يستفيدوا بالوصفة الحلوة دي. لايك وشير كتير يا حلوين، صحة وهنا.